السلام عليكم. ادعو لاخواتنا في غزة ربنا ينصرهم ويكون معهم. الاهلي وفوز كبير على زد 2-1. الاهلي بفوز بناشئينه برجاله الصغيرة مع بعض اللعيبة الكبيرة اللي ما نقدرش نقول عليهم بدلة، لان دول بصراحة ناس كانت بتشارك بشكل اساسي وساهمت بشكل اساسي. عمر كمال صناعة اهداف، قفشة هدف بيراميدز، اهداف كتير القفشة بتكون في الوقت الضايع، بتكون بنتيجة كبيرة. ناس كتير، عبد الفتاح، رامي ربيعة، ياسر، لا رامي ما كانش موجود، ياسر ابراهيم. ياسر كان ما نقدرش نقول عليه احتياطي يعني. كريم فؤاد قبل ما اتصاب ربنا يشفيه وادعوا لكريم فؤاد، لان كريم فؤاد والله يستحق الدعوة. كريم من الناس الرجالة، كريم من الناس الرجالة يستحق ان احنا ندعي لهم. ناشئين الاهلي، وعندنا كلمتين كده صغيرين على ناشئين الاهلي او شباب الاهلي. في الراجل ابو الخير، في محمد عبد الله، في راجل نزل اخر شويه بصراحه مش متذكر اسمه، محمد عبد النبي تقريبا، حاجه زي كده. آه كواليتي عالي، كواليتي عالي وامكانيات لعيبه صغيره. اللعيبه دي بس محتاجه شويه اهتمام، محتاجه اللي يشتغل عليهم. عندنا احنا قطاع ناشئين الاهلي اول مره احس انه في جواهر والله. لسه ما شفناش يوسف سيد عبد الحفيظ. قبل كده كنا بنتكلم على ابن سيد معوض. خروج ابن خالد بيبو للسفر بره فترات معايشه. عندنا منجم ذهب في ناشئين الاهلي والله. محتاجين بس شويه رعايه، شويه رعايه. جمهور الاهلي انا بس كنت محتاج تبصوا بص على كهربا وتشوفوا كميه الضغط النفسي ان احنا وصلنا للاعب من ضمن فريقنا. احنا واخدين بالفريده كل البطولات. يا جماعه حسوا بالناس شويه، حسوا بالناس شويه. كهربا ضغط نفسي وضغط نفسي على اللاعب كبير، ادت ان الراجل بيبكي في وسط مباراه على فرصه ضايعه. يا جماعه احنا واخدين كل البطولات والله، والله العظيم واخدين كل البطولات وفرقه كبيره ولاعيبه رجاله لابعد الحدود. قسما بالله في ناس تانية لعيبه الزمالك لو هي اللي موجوده مكان لعيبه الاهلي وخدت حجم وكميه البطولات في سنه زي السنه دي كده، افريقيا وكاس ودوري والسوبر المصري بالمنظر ده، قسما بالله طلعوا على كوبري اكتوبر ما خلوا حد يعدي من هناك. كانوا وقفوا الدنيا لغايه هنا، كانوا قالوا خلاص مش لاعبين عليه في النادي على كده. احنا نوصل لعيب من لعيبتنا اللي شالنا في وقت كان بيلعب فيه واحد زي مودست او غير مودست، ما كان كهربا اللي موجود. كنا بنعول ساعات على كهربا بشكل كبير. فيبقى حرام الضغط نفسي، دعموا اللعيبه شويه. اللي هيمشي هيمشي، نتمنى له التوفيق، واللي هيستنى ندعمه. ما يبقاش بالضغط ده. تاني حاجه او تالت حاجه معانا الصفقات. محمد بن رمضان تقريبا على ابواب النادي الاهلي، اللي هم عندهم بس مباراه. يعني الاخبار اللي طلعت ان هم عندهم مباراه مع ميتلاند، وميتلاند ده انديه من الانديه اللي احنا بنحبها الصراحه. ويا ريت يكون عند زيزو كده مشوار طالع على ميتلاند ولا حاجه ويرجع. ميتلاند مع نفس الفرقه بتاعت محمد بن رمضان عندهم مباراه هيلعبوها بعد كده ان شاء الله، بس تقريبا بنسبه 90% محمد بن رمضان في الاهلي يعني. في كلام على سفيان بوفال. سفيان بوفال من المهاجمين الكبار، من المهاجمين التقال. بس ان انا اكلم حد زي سفيان بوفال، هو راتب سفيان السنوي تقريبا 3 مليون دولار او اكتر من 3 مليون دولار بشويه او اقل بشويه بالصغيرين. لا احنا مش هنستحمل كده، مش هنستحمل كده. احنا نهينا صفقة المدافع، نهينا الصفقة التانية بتاعت يحيى عطية الله. بنخلص في بن رمضان، بنخلص في مهاجم تاني. ما عندناش ازمات، امورنا ماشية كويسة. فان شاء الله على التسهيل، على التسهيل ان شاء الله، وربنا يكرم كده والفترة الجاية تكون احسن كمان. مش هنلعب الكاس وهنرتاح. تاني حاجة او الحاجة الاخيرة يعني قبل ما نختم. الراجل اللي بيطلع مع مجدي عبد الغني اللي اسمه اسامة، الراجل بيهاجم احمد فتوح بكل طريقه. اسامه ده بيهاجم كل خلق الله. يعني الراجل ده بيهاجم كل خلق الله، وهو اصلا انا ما اعرفش والله هو بيطلع بناء عليه. يعني كابتن مجدي عبد الغني او معتز اينو، انتوا بتطلعوا الراجل ده وبتدوا له مساحه في برنامج على فضيه بناء عليه. والله ما انا عارف، بتهاجم كل خلق الله. احمد فتوح لاعب نادي الزمالك، ده في الاول وفي الاخر انسان. انت بتهاجمه بناء على ايه؟ الراجل في كرب، ولا تشمت في كربة اخيك. انت بتشمت الراجل وهو في كرب. كربته دي ممكن بكره انت تبقى فيها. اتقي الله شويه، اتقي الله شويه بصراحه يعني. حتى والله العظيم خساره الكلام عليك، قسم بالله خساره الكلام عليك. اللي يتكلم بقى حد انا قلت له او ما قلتلوش تمشيش مع فلان وامشي مع فلان. انت بتقول اي كلام، انت بتقول اي كلام عشان تركب الترند. اصل كهربا اشتغل على اوبر، اصل احمد فتوح انا قلت له. انت راجل بتقول اي كلام.
اي كلام عشان تركب الترنج وتعمل الترند وتعمل جدل وخلاص. يا ريت تخف شويه وتخف شويه، راجل في كربه ادعوا له، ادعوا لاحمد فتوح، وادعوا كل اللي في كربه ربنا يفك كربتهم. اخر حاجه، التفاعل على الصفحه ضعيف، دعمونا شويه على اليوتيوب، لينك اليوتيوب هسيبه في اول تعليق تحت. ادعمونا شويه على اليوتيوب، ادعمونا، احنا اخواتكم، احنا بندعم النادي الاهلي، احنا بنتمنى من جمهور الاهلي كل الدعم، احنا بنستنى لايك، بنستنى تعليق، بنستنى سبسكرايب. اخوكم ابن النادي الاهلي، خليكم معانا وادعمونا. السلام عليكم.